بتحبي المعمر بس مش بينجح معاكي، سواء بيعجن منك او وشه بينشف. هقولك النهارده على كل التريكات اللي تطلع معاكي طاجن رز معمر فلاحي اصلي، ريحته وطعمه حرفيا هتبقى قلب الدنيا عندك. وكمان هنعمله في فرن البوتاجاز، مفيش اسهل ولا احلى ولا اطعم من كده. شايفين الطبقه قد ايه على وشه؟ علشان الرزايه تبقى تحتها كده مفلفله وما تبقاش ناشفه زي اللي احنا بنشوفها كده. عايزه اقول لكم اسهل وابسط طريقه هتجربيها ان شاء الله. بس في البداية كده نصلي على الرسول في الكومنتات، وسيبولي كده كومنت حلو زيكم، واتمنى اعرف انتوا بتتابعوني من اي بلد. في البداية كده بجيب الطاجن بتاعي اللي بحطه فيه، وبدهنه حتة سمنة بلدي او زبدة ايهما متوفر عندك. يعني خلي الطاجن بتاعك اللي انت بتعملي فيه دايما اعرفي المعيار بتاعه. انا الطاجن ده بياخد كوبايتين من الرز، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم وبدأت ان انا حطيتهم في الطاجن. هحط عليهم كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وخلينا متفقين ان رز معمر يعني سمنة بلدي او حتة زبدة او حتة قشطة وش اللبن، الحاجات ديت اللي بتديله طعم حلو جدا ودسامة. حطيت على كوبايتين الرز حطيت عليهم كوبايتين من اللبن، وبدأت وحطيت بس نص معلقة من الملح. انا مش هحط بقى ولا سكر ولا فلفل اسود ولا كل الكلام ده. هو الرز المعمر بتاعنا الفلاحي الاصلي مفيش فيه اكتر من الملح. عشان اعمل له بقى طبقة على الوش كده والرزاية تبقى حلوة تحت وتبقى مفلفلة وما يبقاش فيها ناشفة، حطيت كده علبة زبادي على معلقتين قشطة وش اللبن وضربتهم كده بشوية من اللبن عشان تبقى كريمية زي ما انتوا شفتها كده، وحطيتها على وش الطاجن بتاعي وسبتها منقوعة لمدة نص ساعة. وبعد كده دخلته الفرن في الرف اللي تحت على طول مباشر، وبعد كده طلعته فوق وبألف هنا.